يا رب ان بيننا وبين المشركين علاقات اقتصادية وتجارات واموالا، فاذا ما منعتهم من دخول مكة كسدت التجارة ووقف الاقتصاد واصيب الاقتصاد بالكساد. الله علم ما يدور في النفوس من اسئلة فطمأن النفوس وقال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ان كنتم تخافون الفقر، العيلة هي الفقر، ان كنتم تخافون الفقر فكيف تخافون الفقر والله هو الغني سيغنيكم عنه. ولقد وفى الله وعده وانجز عهده فاجرى في جزيرة العرب الذهب الاسود البترول الذي يتدفق في عروق الارض، البترول الذي يستطيع ان يجعل امريكا باساطيلها وروسيا بغواصاتها والمانيا بطائراتها وانجلترا بدباباتها وفرنسا بصواريخها. البترول يجعلها تخر ساجدة امام اقدام المسلمين. البترول عصب الصناعات وغذاء الحروب والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. فهل نصر المسلمون الاسلام بالبترول؟ لا، انما بيع البترول واخذت امواله وتمرغت في بنوك اليهود هناك، واصبحت اموال المسلمين اما مجندة واما مجندة، اما مجندة لا خير فيها راكدة واما مجندة لحرب الاسلام، شهوات وخمر ونساء ومواعظ قمار طول الليل. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم.